ازيكم في سيزون 2 من فود كورت. النهارده معانا 8 اماكن بيعملوا حواوشي، معانا 4 اصلي بتاع الحواوشي من اللي كنا نعرفهم ومتربيين عليهم، و4 تاني ترندي شويه، يعني ممكن اللي هو ايجيبشن وترندي. نخش بقى كده ونشوف مع بعض مين الاحسن فيه. اللي حابب يعرف سريعا، احنا كنا بنقيم على اساس ايه؟ على اساس 5 حاجات: الكواليتي، الكوانتيتي، البرايس، التيست، ديليفري تايم. وقبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، لايك، واعملوا كومنت في الفيديو. هي زرار تدوس عليه. في زرار تحت فعلا. اي زرار، اي زرار. لا ما ديسلايك. لا بقى رجع. ايوه نفجر اللايكات. يعني ايه؟ لا 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 مش عارف ليه مش الدائري. الكراست نفسه من بره مش محمس قوي، بس كله هيبان في التيست يعني. محكمة، اهلا بيكم في الفود كورت. هنبدأ بالأربعة. المصري أصلي أبو شقرب 142 جنيه وجه في 35 دقيقة. ده اغلى واحد فيهم كلهم. بالايجيبشن بالترندي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفكره باظت. يعني هو بيجي يعني رغيفين حواوشي متقطعين نصين كده، بس رغيفين صغيرين شويه، وبيجي معاها ويدجز. هل ده اللي مخليها ب 140 جنيه؟ تستاهل اصلا. لا عامله زي بطاطس بشندي. هو بيجي معاه بتنجان مخلل كده ومناديل وكاتشب. خيار يعني. خيار مش خيار. 3 خيارات بالظبط. جرينجان. مش هنجرب الحواوشي قوي. احمد يدوني. التتبيله كتير قوي صح؟ باين قوي. طعم ملح، الفلافل، ليه؟ الفلفل الاسود. فلفل بس اسود. اللحمه ماليه يعني ماليه نفسها البتاع. هل كانت محتاجه سوا زياده؟ كانت محتاجه سوا سنه. اه لان الدهن بتاعها باين. هي لحمه ضاني طبعا، دي حاجه المفروض تبقى تكلفتها اعلى، ممكن ده السبب ان هو غالي. مزايد سنه من بره طبعا. تقطيعه العيش نفسها باين قوي الجريل فيها، بس هو اوفرول طعمه مش وحش، حلو يعني. لا مش وحش خالص، بس غالي. بس غالي قوي على ان انا اجيبه يعني. قوي قوي يعني. ما جاش معاه طحينه، جه معاه كاتشب مقطع. حواوشي الربيع. حواوشي الربيع جه في 70 دقيقه ب 80 جنيه. حواوشي الربيع موجود في امبابه، عشان كده طول 60 جنيه دليفري. يعني هو بيوصل اي حته بس يدفع دليفري كتير. وبصراحه الحاجات التانية اللي عنده تستاهل يعني. كذا مره جربناه بصراحه، ورحنا له نروح له الساعه 2 الفجر موت. لا تعين شوكي بالامل. شوكي يلا. حواوشي الربيع فيه جايب معاه طحينه ترشي وسلطه خضراء ورغيف كبير. ورغيف محترم محترم يعني. ده مش تموين اهو. فرق انه 80 جنيه والتاني 142. وهنا برده معاه مخلل ومعاه سلطه ومعاه طحينه. هنا اللحمه مش محطوط عليها تتبيلات كتير، فطعم اللحمه باين. فاللحمه مش احسن حاجه بصراحه يعني. بس فرق السعر برده. عايز له طحينه كده. الميه فاسده. عارف ابويا كان بيقول لي على حوار الخيال ده؟ ايه؟ ان هو بيتحمر عشان يتخمر اصلا. ايوه نو. طب الطحينه ايه الكلام؟ حلو. خلي بالكم برضه هو في امبابه، فاحنا مش عايزين نظلمه قوي. هو بعيد، فجالنا في ساعه، يعني ممكن يكون في الساعه دي هو بالظبط مرهق. اللي حواوشي بالظبط. نخش على اللي بعده. حواوشي الرفاعي كان ب 65 جنيه وده ارخص واحد، وجه في 30 دقيقه. عظمه يعني لحد دلوقتي معادلته كسبانه. شوف الطعم. طبعا حواوشي الرفاعي جاي معاه الحواوشي بس. العيش شكله متحمص حلو قوي قوي. مش مزيد قوي وضخم قوي. وضخم. هو كبير الصراحه. ده اكبر من حتى حواوشي الربيع. يلا ندوق كده ونشوف. الله. صوت ماشي باين. انا عندي سؤال يا جدعان، هو العيش ممكن يتحط عليه تتبيله؟ لا يعني هو العيش ليه طعم حلو. ماشي طعمه حلو طبعا. بيبقى فرق تخميره العجينه بتاعت العيش. واللحمه مش لحمه فريش، لحمه حلوه. وعلي خلاص مش انت فين يعني؟ طعمه حلو قوي. خلي بالكم احنا طالبين الساده، فهو المفروض اللحمه باينه قوي وهي حلوه قوي قوي. اللي بعده. خش على اللي بعده. الدهان ب 111 جه في 80 دقيقه. على العموم نوت سريع يا جماعه، الدهان في منه 2 اطلبوا منه، اللي هو اللي عليه تاريخ اللي هو 1890. ده تاسس عام 1890. الثاني احنا مش قصدنا ان الثاني وحش، بس هو ما اعرفوش، ما جربتوش قبل كده. ده الاو جي. هو جاي ملفوف جوه العلبه نفسها بكيس عشان الزيت ما يبقاش مزيت العلبه نفسها وانت ماسكها، ومعاه المعالق وشوك وطحينه. حجمه يعني تموين ونص. لا يعني حجمه صغير قوي، زي يمكن ابو شقره في الاول واحد بس منهم.
عمرو بيصارع الضعف. بس طعمه حلو قوي. تتبيلته حلوه، هو حط طماطم وهي واضحه. الطماطم اللي هي بتحط على الفرن دي يا جدعان، عارفين اللي هي بتبقى تشوي. عجبني اكتر من اسمه ايه؟ احلى من ابو شقر. احلى من رفاعي. لا ما هجيش مع الرفاعي بصراحه. تتبيله اللحمه حلوه قوي. عارف لو ده كان عيش محمص وقد الرفاعي كنت اقول لك ماشي. ممكن نوصل لمقارنه ان انت لو عايز طعم اللحمه نفسه حلو قوي دهان، عايز بورشن كويسه وفي نفس الوقت ايه؟ كل حاجه كويسه اللي هو بالانس كده ولذيذ، يبقى روح للرفاعي. روح للرفاعي. صفر. نبتدي بالايجيبشن حواوشي زوبا. ايه رايكم جبنا لكم من زوبا كب كيك. زوبا ب 91 جنيه وجي في ساعه على البورشن ده. انا مش عارف كان ايه يعني، فتعالوا نفتح غالبا مش لاقيينه يعني، هو الراجل كان قاعد يدور مش لاقيينه. بس هو كاتب لك شكرا يا عم العفو. عيشه شكله حلو بس عيف. ايه ده يا ساتر يا رب. ايه ده؟ فول اللحمه ما فيهاش تتبيله. شايط يعني. غالبا لما حط العيش على الجريل نفسها، الجريل مطلعها طعم وحش. اللحمه فاتحه، اللحمه طعمها مش مستوي عدل، التتبيله وحشه. غالبا هقول لك هو ليه عامل كده. في ناس اللي هي بتروح عامله اللحمه بره العيش وبعد كده تحطها في العيش، تحطها على معصجه وكده تحطها. كايزو جه في نص ساعه وكان ب 105. كايزو جربناه كتير. بس انا ما جربتش قبل كده حواوشي للامانه. انا جربت انا ما جربتش حواوشي، انا جربت دايما الشاورما. كان دايما حلو هناك، ما اعرفش في الدليفري. شاورما عيش فود كايزر كورت برضه من ضمن الحاجات المهمه ان انت الطعم يفضل حلو في الدليفري، يعني ده بالتارجت ان انا قاعد في بيتي وبطلب الحاجه. بالظبط كده. الحاجات اللي دخلت يعني لو شفت البودكاست بتاع صاحب كايزو مع عمرو الشريف، لا الراجل فاهم هو بيعمل ايه الصراحه. نبدا نجرب كايزو. عيش محمص. عيش محمص. جميل قوي قوي أوي. قوي قوي. تتبيله اللحمه حلوه قوي. المشوي العيش حلوه. فلفل موجود، فلفل اخضر موجود جوه. لا حواوشي اصلي كده المعروف يعني، هو من الحاجات اللي المفروض ترندي وكده، بس هو عامل الحواوشي اللي احنا عارفينه قوي بتاع زمان. انا بحترم العيش المحمص الحلو مع اللحمه. بالظبط. تحفه بصراحه مع الحواوشي يعني. طعمه جامد قوي جميل الصراحه. جدا. بابلو اند عبده ب 95 جنيه جه في 20 دقيقه. مش حاجه اسمها كده. امال ايه؟ جه كام؟ جه في 20 دقيقه. 50. ليه بيطبخ في المطبخ عندي جوه؟ شباب ده بابلو اند عبده ب 95 جنيه في 50 دقيقه. تعالوا نفتح ونشوف الدنيا. الباكجنج طازه ايه؟ حياتي بقت احسن. حياتي يعني. طازه فريش. حياتي بقت اجمل بكتير، حسيت فعلا بالتغيير. ده اول واحد يجيب جلوفز. ده اول واحد يجيب، لا تقريبا الدهان كان جاي. لا ما حدش جايب جلوفز. ماشي، ده اول واحد يجيب جلوفز. بس هو حلاوه الحواوشي وانت اسمه ايه؟ ملغوص. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه. لا وانت بتقول له عدي على حاتم باشا وكده، فاهم؟ هي حلاوه الحاجه. لحمته مش مصري. هي مهريه، عارف؟ تتبيلة حواوشي. ما بتمضغهاش بسرعه. لا. انت بتبلعها على هي طول. تحسها طعمها شامي. بالظبط. لحمه شاميه. بالظبط. هي مفرومه ناعمه قوي. طب بالتالي مش عجباني خالص، ولا انا بس يعني مش ذوقي. بالظبط. بس العيش فيها حلو. فلفل، فيها فلفل تاني ودهونها كتير. أكيد أحلى من ذوقي. حلق بقي باظ. أكيد لا احلى من ذوقي كده كده، اي حاجه احلى من ذوقي. برضه انت برضه بتقارن الحواوشي الترندي بالشرقي الاصلي. ما انا اقول لك على حاجه، طب ما كايزو ترندي. بس هو واخد تتبيله اللحمه اللي فيها البهارات والفلفل والطماطم. لا بس دي غريبه، دي ما اظنش تعجب حد قوي. دوق هتفهموا قصدي. دوق تفهموا قصدي بالظبط. دوق كده. اللحمه اللي هي فعلا شامي قوي. تحسها لحمه منقوشه. عارف الحواوشي اللي بيتعمل في بتوع الفطير، هو لحمه بالعجين. لحمه بالعجين هي كده. بس عجباني كمان. مش عاجباني خالص. انا ما يعجبنيش مش الحواوشي. حواوشي. نخش على اللي بعده. اخر واحد. انكل توني. ده يعني قلت انكل توني. توني. توني شاوكي. لا انكل توني ب 71 وجه في 35 دقيقة. انكل توني زمان كان بتاع وينجز، عمل ريبراندنج وابتدى يبيع ستريت فود كده، عشان كده بقى كتب الهاشتاج بتاعه ستريت فود من الاخر نشوف يلا. حجم الارباع صغير بس حاطط زي ما شفنا بصل وبقدونس عليه. هو مروشن الساندوتش، يعني لسه يبان فعلا في حته لسه لمسه الباكجنج حتى بتاعت الوينجز اللي ممكن تجي لك فيها حاجه مش حواوشي، يعني تحس العلبه دي مش فيها حواوشي قوي. يلا ندوقه ونشوف. العيش واخد مساحه اكبر من اللحمه. ده واضحه قوي قوي. فصل اللحم. لحمه قليله.
بدلع الدايت. البس المليون تعالى. اقلع والبس بتاع. البس المليون تعالى. هو مش مضايقني. مش مضايقني، هو بس افريج عادي. عادي قوي يعني. بالنسبه لزوبا يقفل عادي. ماني وايز طيب. يا طحينه حلوه. 71. حاسس تاني احسن، تاني اقل واحد. خلصنا الثمان اماكن. نخش بقى للجادج الاخير. قولوا لنا كده في اللحظه دي في الكومنت كنتوا متوقعين مين يكسب في الاخر. يلا بينا. دلوقتي في الفاينل جادج، فكره فود كورت الاساسيه ان احنا لازم نكسب حد في الاخر. جبنا من الاربعه بتوع ايجيبت والاربعه بتوع مصر، او يعني الاربعه اللي هم القدام اللي احنا متربيين عليهم، ده واحد كسب من هنا وكان الرفاعي. طبعا الرفاعي كسب بعد ما كان في منافسه كويسه قوي مع الدهان. بس نقدر نقول ان الدهان كان سعره وحجمه ما كسبوش قوي قدام الرفاعي. الايجيبشنز احنا كسبنا كايزو من 4. احنا زوبا ده انا مش هتكلم عليه. تالت واحد معانا بابلو انعبدو للي بيحب الحاجات الشامي شويه هيحبه، بس مش قوي برضه، لكن هو مش ستايل حوشي مش هيلاقي، مش ستايل حوشي بصراحه. رقم تاني معانا او الفار سكند شويه هو انكل توني. حلو على واحد عامل ريبراندنج وجاي من وينجز، حاجه جديده عليه، لا لذيذه، حاجته مش وحشه، حلوه، يستاهل ان تجربه. وماني وايز مش وحش، قريب من الرفاعي بالظبط. طبعا حجمه اصغر بس قريب من الرفاعي اكزاكتلي. لكن احنا كسبنا كايزو لا يعلى عليه في الاربعه. وهنا بقى المنافسه الصعبه بصراحه. بالظبط. نخش بقى على الفاينل جادج بين الاثنين اللي كسبوا معانا. ايه ده؟ ما انت جايب لايك وسبسكرايب. فعلا مع كل سبسكرايب هنشتري مسمار يبتدي نكون شاكوش. شيمليس لس يعني. دلوقتي هنبدا بالبرايسنج. اول حاجه معانا الرفاعي كان ب 65 وكايزو ب 105، فطبعا الرفاعي كسب بمراحل. الكوانتيتي يعني مش عايز اوزن كايزو، هو بورشن مش وحش ولكن الرفاعي اكبر بكتير وحلو برضه، فالرفاعي ياخد البوينت الثانيه. طبعا الدليفري مش هنطول فيها كتير، الاثنين جم في نص ساعه فتبقى الباكجينج انا الصراحه شايف كايزو. هو كايزو احلى، لكن هل انا محتاج باكجينج جامد في حواوشي؟ بس كايزو تحس الالستريشنز والحاجات دي، ولكن هو عامه حتى من جوه كايزو حاطط لك ورقه بتشيل الزيت ومش عارف ايه، هنا مش حاطط على كرتونه. بتفرق في انا اللي فاهم الصراحه ما الحاجات دي بتفرق، ما انت ما يجيلكش متبهدل هتقولي ماسك نفسك بس فكره في الزيت وكده، ما انت دي كواليتي بتقدمها انت على فكره. الكواليتي دي تقديم بتدفع برايس عليها يعني. فلا يعني فعلا الباكجينج تروح لكايزو. لا هيحدد ده تعادل التيست ولا مكسب. تيست التيست. طب احنا عشان ما نظلمهمش ندوهم تاني. ندوهم فعلا تاني. ناخد طيب بما ان الموضوع صعب قوي والاثنين قريبين قوي، يمكن انا حبيت كايزو وهو حب كده. لو هنتكلم على الطعم فاللي كسب طبعا الاثنين، لا الاثنين كسبوا في الطعم بلس 1 وبلس 1، بس اوفرول الرفاعي كسب، فسقف الرفاعي. هو متضايق عشان كان عايز كايزو يكسب بصراحه. قفلنا وقعدنا نديبيت شويه في حوار كايزو، كنت اقوم اضربه ما اعرفش ليه. انا عايز اسقف كايزو عامه. يستاهل والله حلو قوي، طعمه حلو قوي الصراحه، حلو قوي. لكن هنا فعلا يعني حاسس ان سعره هو اللي نجحه، صح؟ يعني حجم الرفاعي سعر على الكواليتي اللي بيقدمه. لو انت اول الشهر كل كايزو، لو انت اخر الشهر كل الرفاعي. ده فيها لسه قايل دلوقتي حالا، محدش قالوا لي انتوا الرفاعي وجربوا انتوا كايزو، ولو جربتوهم قولوا لنا ايه اكتر حاجه عجبتكم فيهم، ولو جربتوا حاجات من اللي فاتت ويمكن اتظلمت معانا قولوا لنا برضو عشان احنا مش عارفين. جو ما عملش لا لايك ولا سبسكرايب. جو وهبي عمل؟ وهبي ما عملش. انا عملت اهم حاجه تعملها بس خلاص. انا الحواوشي يكون اول حلقه فود كورت سيزون 2، حاجه بسيطه خفيفه وحاجه مصريه اصيله. استنوا بقى الحلقه الثانيه بس كده. سلاج.